بيبدأ الفيلم بمدينة جميلة جدا اسمها بلتيس. أهلها عايشين في سعادة وفرح، وبيكونوا بيفهموا في السحر وبيستخدموه. لكن كل ده بيتغير بعد ما بتقوم الحرب، وبتغيب الشمس وبتغيم السماء بالغيوم على المدينة. وهنا بنشوف ولد اسمه بيتر، وبيكون يتيم وعايش مع فيلنا الجندي العجوز اللي رباه، واللي بيربيه بالطريقة العسكرية عشان يطلعه جندي، وبيديله فلوس عشان يروح يجيب لهم أكل. ولما بيروح يجيب الأكل بيشوف خيمة مكتوب عليها أي سؤال هيسأله هيلاقي إجابته عندهم، مقابل عملة نقدية واحدة بس. ولما بيدخل الخيمة بيشوف ساحرة وبتاخد منه العملة، وبتقوله إن أخته عايشة، فبيعرفها إن مامته ماتت هي وأخته أثناء الولادة في الحرب، وساعتها هو كان عنده 3 سنين. واللي قاله الكلام ده فيلنا اللي رباه، لكن هو بيبقى حاسس إنها عايشة لأنه فاكر إنه شالها وهي صغيرة. ولما جه يسألها عنها فبتقوله يفكر ويركز كويس في السؤال قبل ما يسأله، عشان السؤال بعملة. فبيسألها ازاي يلاقي اخته، فبتقوله يمشي ورا الفيلة وهو هيلاقيها. فبيستغرب من اجابتها لانهم ما عندهمش فيل اصلا، وبتسيبه وبتمشي. وبيرجع لفيلنا وبيحكي له كل اللي حصل، فبيزعق له لانهم شكله النهارده بسبب ساحرة. فبيهديه بيتر وبيقوله انها عارفة كل حاجة عنهم، ده حتى قالت له ان اخته عايشة، ولو مشي ورا الفيلة هيوصل لها. فبيتضايق منه وبيقوله ان مفيش فيلة هنا اصلا، وان مامته واخته ماتوا، وان هو اللي انقذه ورباه. وبيحكي له عن جندي شاب خدم معاه اسمه دشمات، جننه خالص لانه كان كل يوم بيقرا كتاب بيفكره بمامته وبطفولته وبالراحه اللي كان عايشها، واللي ملهمش مكان في حياة الجندي. فكان لازم يسرق منه الكتاب ده، وفعلا من غيره بقى اشجع جندي في الجيش. وبيقوله ان حكايته خياليه زي الحكايات اللي موجوده في الكتاب ده، لانه مفيش افيال، وانه لو بطل يفكر في الخرافات دي حياته هتبقى احسن زي الجندي ده. وبيعاقبه وبيخليه يمشي المشي العسكريه. وبيطلع له جاره القائد ليو، وبيقول له يا ابني مش كده، ارحمنا شويه من مشيتك العسكريه دي، مش عارفين ناكل. فبيقول له بيتر معلش والله غصب عني، لانه بيتعاقب عشان صرف فلوس العشاء على الساحره اللي قالت له ان اخته عايشه وهيوصل لها عن طريق الفيله. وبالليل بنشوف عرض الساحر، بس سحره على قده شويه، والجمهور بينام منه والصاحي بيتريق عليه. فبيقرر يعمل عرض اخير يبهر بيه الجمهور، فبيطلب من واحده تطلع تساعده. وفعلا بتطلع له واحده عجوزه، وبيقعدها وبيعمل عليها تعويذه قويه، وفجاه بتقع عليها فيله من السقف. وفي الوقت ده بيتر بيكون نايم وبيحلم باخته الصغيره وهو شايلها. ولما بيصحى الصبح بيجري يروح للساحره عشان يقول لها، لكن ما بيلاقيهاش. ولما بيسأل الناس عليها وعلى خيمتها فبيقولوا له ان ما كانش فيه خيمه هنا اصلا. وبيسمع الناس بتتكلم عن الفيله اللي اتحبست هي والساحر، فبيفرح عشان بكده يبقى كلام العرافه صح واخته عايشه. وبيجري وهو فرحان، وبيشوف ليو اللي بيكون قرا خبر الفيله اللي وقعت من السقف على المسرح، وبيقول له انه هيقف جنبه ويساعده عشان يلاقي اخته. وبيطلع بيتر لفيلنا وبيعرفوا ان الفيله وسط المدينه، وبكده تبقى اخته عايشه. فبيتعصب عليه لانها مستحيل تكون عايشه، فبيقول له بيتر انه متاكد انها عايشه وهيلاقيها. وهنا بنشوف ان الست العجوزه بتروح للساحر في سجنه وبتشتمه لانه السبب في كسر رجليها، فبيعتذر لها لانها كانت حادثه وما كانش يقصد. وبيروح ليو قائد حرس القصر للملكه وبيسالها عن الفيله، فبتقوله انها ناويه تتخلص منها لانها خطر على الناس والمدينه. فبيقول لها دي مجرد فيله ومش خطر. ولما بيلاقيها متمسكه برايها فبيبعت جواب للملك، وبيحكي له ان في فيله عندهم وتسببت في اصابه واحده عجوزه، وبيكون عارف انه ملك فرفوش وحبوب وهيحب يشوف الفيله. وفعلا بيوافق انه يروح لهم. وبيجري ليو يبلغ الملكه انه الملك جاي يشوف الفيله، وفعلا بيجهزوا القصر وبيستعدوا لاستقباله. وبيجي الملك وشعبه بيستقبله بما فيهم بيتر، لكن الفيله بتتعصب وبتصور عليهم لان بيبقى في حاجه في عينيها ووجعاها. وبيشوفها بيتر وبيعرف ايه اللي مضايقها، لكن بيخافوا على الملك وبيأمروا بقتلها. بس بيتر بيمنعهم وبيروح يمسح لها عينيها. فبتهدى الفيله وبتشاور له على جردل الميه، فبيقربه لها. فبتاخد الفيله الميه وبتنضف جسمها من الرسومات اللي مضايقاها. فبتشكر الملكه بيتر وبتطلب منه انه يفضل معاها في القصر عشان يعتني بالفيله. لكن بيتر بيرفض وبيقول لها انه محتاجها عشان هي اللي هتعرفه طريق اخته المفقوده. لكن الملكه ما بترضاش وبتقول له مستحيل لانها خطيره جدا. فبيدخل الملك في الكلام وبيقول لبيتر لو عايز ياخد الفيله لازم يعمل 3 حاجات مستحيله في ال3 ايام اللي جايين اللي هيقعدهم في المدينه، ولو نجح هيديله الفيله، لكن لو منجحش هياخدها هو معاه ويمشي. وبيقول له ان اول مهمه مستحيله هتكون بكره الظهر، وهي انه يقاتل اقوى جندي عنده
وبيديله السيف بتاعه عشان يقاتلوا بيه. وبالليل بياخدوا ليو وبيدربوا ازاي يستخدم السيف ويقاتل بيه. وبيكون ليو ومراته بيحبوا بيتر وبيساعدوه، خصوصا ان هما ما عندهمش اطفال. وهنا بنشوف بنت يتيمة اسمها أديل نايمة في ملجأ للأطفال، وبتصحى وبتروح المربية بتاعتها وبتحكي لها انها حلمت بفيلة وحست انها عايزة تاخدها المكان، فبتقولها ما تخافش، هي في امان طول ما هي في الملجأ. عشان كده هي جابتها هنا بعيد عن العالم اللي بره وقسوته، وسمتها أديل زي مامتها اللي موجودة في الجنة دلوقتي هي واخوها. وفي نفس الوقت الفيلة بتكون نايمة وبتحلم بانها مع عيلتها، وبتصحى من نومها وبيروح لها بيتر وبيقول لها انه بكره هيقاتل اقوى جندي عشان يقدر يفوز بيها، وتخليها جدعة بقى وتشاور له على مكان اخته في الخريطة دي عشان يطلع نفسه من الورطة اللي اتحط فيها، على اساس ان الفيلة فاهماه يعني. لكن طبعا ما بتفهموش. وبيتر بيكون حبها جدا وبيفضل يهزر معاها وبيديلها تفاحة من اللي قدامه. وبيعرف بيتر ان القتال بكرة بقى امر واقع خلاص ومفيش مفر منه. وبيطلع النهار وبيدخل بيتر للقتال وبينادوا على الجندي، ولما بيدخل بيندهش بيتر من شكله، بصراحة صعب عليا والله. ولما بيعرف ان اسمه ديشمات بيقول يا فكيك، وبيطلع يجري وبيجري وراه ديشمات. وطبعا حد يقول لي اشمعنى يعني لما سمى اسمه جري؟ هقولك ارجع لاول فيديو وانت تعرف. وبيفضل يجري وهو يجري وراه لحد ما بيوصل لبيته، وبيساعي فيلنا وبيجيب الكتاب وبيرجع تاني لديشمات اللي بيبقى عايز يقتله لحد ما بيشوف كتابه. هي افتكرتوه؟ انا عايزاكم تقولوا لي في التعليقات انتوا كنتوا مركزين معايا وافتكرتوه لوحدكم، ولا الفضول رجعكم الاول فيديو وعرفتوه؟ ما هو لو كنتوا مركزين معايا ما كنتوش اتمشورتوا كده. ما علينا، نكمل ونرجع للفيلم. ديشمات بيتحول لطفل وديع وبيفتكر نفسه وهو صغير ومامته بتقراهوله، وبينزل على ركبه وبيشكر بيتر والملك، والكل بيستغرب من الحصل وبيسقفوله. وبكده يبقى بيتر فاز في اول مهمة مستحيلة. وبيروح للملك وبيهنيه وبيقول انه صحيح هو خسره احسن جندي عنده وخلاه كيوت خالص، لكن هو مبسوط عشان قدر ينجح في التحدي الاول. وبيقول له على المهمة المستحيلة التانية بانه يطير. فبيستغرب بيتر وكل الموجودين من طلبه لانه مستحيل. فبيقولوا الملك ما هو التحدي على المستحيل. ونروح لأديل اللي بتعرف ان المدينة فيها عرض للفيلة، وبتطلب من المربية بتاعتها ان هم يروحوا يشوفوها، لكن ما بترضاش لانها بتبقى خايفة عليها. لكن بعد محايلة منها بتوافق. ونرجع لفيلنا اللي بيبقى خايف على بيتر لا يموت زي اخته عشان مستحيل يطير، ومش كل مرة هتسلم الجرة، وحظه هيبقى كويس زي ما حصل مع دشمات. فبيتضايق منه بيتر وبيسيبه وبيمشي، وبيروح لليو ومراته وبيقول لهم المفروض انه يطير بكرة بس مش عارف ازاي. فبيهدوه بيدخلوه بيأكلوه، وبعد ما بيخلص اكل بيقعدوا يتكلموا في موضوع الطيران ده. وفي نفس الوقت بتكون أديل والمربية بتاعتها وصلوا للمدينة، وبتكون أديل أول مرة تشوف المدينة. ونرجع لفيلنا اللي بيكون قلقان على بيتر وعمال يبص عليه بالمنظار بتاعه، وبيفتكر يوم الحرب اللي لقى فيه بيتر لما سمع صوت خارج من بيت في وسط الانفجارات، ودخل عشان ينقذ اللي فيه، ولقاه هو واخته الطفلة الصغيرة والمربية بتاعتهم اللي طلبت منه انه ياخدهم معاه وهي هتحصله، لكن ما بيرضاش لانه ما يقدرش يهتم بطفلة صغيرة. فبتديله الطفل وبتخلي معاها البنت لحد ما يتقابلوا في مكان امان. وفعلا بياخد بيتر وبيخرج، وبمجرد ما بيخرج البيت بيولع وبيتدمر، وبيندم انه مخدهمش معاه وبيفتكرهم ماتوا. وبياخد بيتر وبيقرر انه يحميه ويربيه. وفي نفس الوقت المربية بتكون نايمة وبتحلم بنفس يوم الحرب لما خدت أديل وخرجت من البيت وطلعت تدور على فيلنا، لكن بتعرف من الجنود ان الكل مات ومفيش حد نجي. فبتزعل وبتندم لانها ما خلتش بيتر معاها عشان يتربى مع اخته، وبتفتكره مات. وبيطلع النهار وبيجي وقت التحدي التاني، وبيطلع بيتر على مبنى عالي جدا والكل بيقف يتفرج عليه بما فيهم أديل والمربية وفيلنا والساحر كمان. وبيجي الملك والملكة اللي بيستغرب انها ما بتضحكش ابدا، ولما بيسأل عن السبب بيعرف انها كده من ساعة ما اخوها مات في الحرب. وبيقعد هو والملكة يشوفوا بيتر وهو بيتمشى فوق المبنى لحد ما بيوصل للحافة بتاعته، وفجأة بينط والكل بيخاف عليه، لكن بيتفاجئوا ان هو بيفتح باراشوت وبيفرحوا بيه جدا وبيسقفوا له. وبيشوفوا فيلنا وبيفرح له جدا. وبعد ما بينزل بيروح للملك وبيهنيه انه انجز المهمة بنجاح وخلاص فاضل خطوة واحدة وتبقى الفيلة ملكه. وبيكلفه بالمهمة التالتة بانه يضحك الملكة، وهو دي بقى المهمة المستحيلة بجد. ونرجع لأديل اللي بتشوف الفيلة من قريب وبتسمع بيتر وهو بيتكلم معاها، وبتشوفه وبتكلمه لكن طبعا ما بيعرفوش بعض. وبتيجي المربية وبتاخد أديل وبيمشوا وبرضه ما بتعرفوش. وبيروح بيتر لفيلنا اللي ضميره بيصحى فجأة وبيقوله الحقيقة كلها بأن أخته فعلا كانت عايشة لما سابها مع المربية،
لكن البيت اتحرق واتدمر، وبيندم انه منقذهاش، وسبب كدبه عليه طول الفترة دي عشان ما يزعلوش ويسبب له اي ألم، وبيتأسف له. لكن بيتر بيسامحه لان هو اللي رباه برضه، وبيقوله طالما ما شافهاش بنفسه انها ماتت يبقى ممكن يكون لسه في امل. وبيخرج وبيفضل يفكر في النكتة يقولها للملكة عشان يضحكها في تحدي بكرة. وهنا بنشوف الست العجوزة اللي بتروح للساحر كل يوم تشتمه شوية وتمشي من ساعة الحادثة، وبيكون تعب من كتر اعتذاره ليها لأنه ما كانش يقصد. هو كل اللي عمله إنه حاول يعمل تعويذة يبهر بيها الجمهور عشان يلفت انتباههم، لكن معرفش. لكن ما يعرفش الفيلة اللي وقعت على رجلها وكسرتها دي جت منين. وبيروح بيتر للفيلة وبيقول لها إن بكرة أهم يوم بالنسبة له، وإنه هيخرجها من هنا وهيلاقي أخته، وبينام في حضنها. وبيحلم إن الفيلة عايزة ترجع لعيلتها. وبيطلع النهار وبيصحى على صوت مرات ليو وهي بتصحيه عشان جه وقت المهمة التالتة، والملك والملكة موجودين. وفعلا بيقول لهم النكتة بتاعته، لكن محدش بيضحك غير واحد بس، والملكة بتبقى عايزة تساعده وتكبر بخاطره، فبتضحك ضحكة مصطنعة كده مش من قلبها. لكن الملك بيفهم وبيقول لها إنها مش ضحكة حقيقية، وبيقول لبيتر إنه فشل في مهمته وإن هو اللي هياخد الفيلة. فبيتضايق بيتر وبيقول له هو كان عايز الفيلة عشان يعرف مكان أخته، لكن هو دلوقتي عايز يرجع الفيلة لعيلتها لأنها هي كمان ليها أهل. فبيرفض الملك وبيؤمر الحراس إن هم ياخدوا الفيلة ويمشوا. لكن بتيجي الساحرة عشان تساعد بيتر، وبتوقف الزمن شوية وبترش بودرة على القطة وبتشغل الأحداث تاني. وبيشم الفيل البودرة اللي بتطلع من القطة وبيعطس في وش الملك، فبتضحك الملكة من قلبها وبيضحك الملك وبيقول لبيتر إنه نجح في مهمته الأخيرة. شوفوه جت على القهوة لسبب. فبيشكروا بيتر، والملكة بتديله الفيلة لأنها بقت من حقه دلوقتي، وبيفرح جدا وبيفرحوا له كل الموجودين. وبيروح للفيلة وبيحضنها، وبيفضلوا يفكروا هيرجعوا الفيلة ازاي لعيلتها. فبيقول لهم بيتر الساحر هو الوحيد اللي يقدر يرجعها، وفعلا بيروحوا له سجنه وبيقولوا له، لكن الساحر ما بيرضاش لأنها جت معاه كده أول مرة وما يعرفش يعملها تاني. لكن بيتر بيقنعه وبيقوله إنه مؤمن بيه وبسحره وهو الوحيد اللي يقدر يرجعها، فبيوافق. وفعلا بياخدوا الفيلة والكل بيروح معاهم حتى أديله المربية بتاعتها، وبيشوفهم فيلنا بالمنظار بتاعه وبينزل يروح لهم. وبياخدوا الفيلة لساحة المدينة وبيقف الساحر وبيقول تعويذته، وفعلا بتختفي الفيلة وبيندهش كل الموجودين، وبتختفي الغيوم من السماء وبتطلع الشمس تاني زي الأول. وبتروح أديل لبيتر وبتهنيه، وبتروح لها المربية بتاعتها عشان تاخدها ويرجعوا لمدينتهم. لكن بتشوف فيلنا وبتعرفه وهو كمان بيعرفها، وبيتفاجئوا ان هم عايشين عشان كل واحد فيهم كان فاكر ان التاني مات في الحرب. وبيعرف بيتر وأديل ان هم اخوات وبيفرحوا جدا وبيحضنوا بعض والكل بيفرح لهم. وبترجع المدينة جميلة زي الأول والناس كلها بتعيش في سعادة، وفيلنا والمربية وبيتر وأديل وليه ومراته بقوا عيلة واحدة وقاعدين ياكلوا مع بعض وهم مبسوطين. أما الفيلة فبترجع لعيلتها وبتعيش معاهم في سعادة هي كمان. وكده بيكون الفيلم خلص. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة، واستنوني في الفيلم الجاي.